في عز ما كانت مصر بتحاول تقف على رجليها بعد الثورة، وفي الوقت اللي الناس كانت بتحلم فيه بالعدل والحرية والكرامة، كان في واحد قاعد في مكتب ضخم مش بيدير جهاز مخابرات، ده كان بيدير دولة داخل الدولة. اسمه صلاح نصر، الراجل اللي الكل كان بيخاف يذكر اسمه، لأنه ببساطة كان شايف إن حماية النظام أهم من حياة أي إنسان، وكان مؤمن إن كل وسيلة مبررة حتى لو كانت كاميرا سرية في أوضة نوم. صلاح نصر مسك المخابرات العامة سنة 1957، وكان عبقري في التنظيم، بس عبقريته كانت مرعبة، لأنه استخدم الجهاز مش علشان يحمي البلد، لكن علشان يسيطر على الناس ويكسر اللي يعارضه ويدمر اللي يرفض ينفذ أوامره. أنشأ وحدة سرية جوه الجهاز مهمتها مش التجسس على جواسيس العدو، لكن التجسس على نجوم الفن وأي شخصية مؤثرة سياسية أو فنية أو حتى إعلامية. وكانت خطته خبيثة وعبقرية في نفس الوقت، يبعت حد يتقرب من الفنانة أو الشخصية المهمة، يستدرجها بحفلة أو سهرة خاصة أو حتى حب مزيف، وبعدها يطلب منها تروح فيلا معينة، مكان أنيق فخم مريح، لكن جوه كاميرات مخفية بتسجل كل شيء من غير علم الضحية. الفيلا دي كانت معروفة داخل الجهاز باسم مصيدة العسل، مكان مخصص للتصوير الجنسي بهدف الابتزاز والسيطرة الكاملة. أول ما التسجيل يتم يتحول لملف يتخزن في أرشيف خاص داخل المخابرات، ولو الشخص بدأ يخرج عن السيطرة يتبعت له شريط أو صورة أو حتى مجرد تليفون مجهول يقول إحنا عندنا كل حاجة، فكر قبل ما تتكلم. الفنانات تحديداً كانوا في مرمى ناره، مش بس لأنهم مشاهير، لكن لأنه شهرتهم كانت السلاح اللي بيستخدموا ضدهم. سعاد حسني الوجه الجميل، سندريلا الشاشة، كانت واحدة من أبرز الأسماء اللي اتقال إنها اتصورت في لحظات خاصة. حسب شهادات من اعتماد خرشيد، سعاد تم استدراجها عن طريق علاقة حب وهمية واتصورت من غير ما تعرف، وبعدها اتقال لها عاوزينك في شغل وطني لخدمة البلد. والكلام هنا واضح، لكن الطريقة قذرة. سعاد حسب مذكرات منسوبة ليها دخلت في حالة اكتئاب شديدة، وقالت إنها كانت محبوسة داخل دوامة مش قادرة تخرج منها ولا قادرة تقول الحقيقة. برلانتي عبد الحميد اللي كانت زوجة المشير عبد الحكيم عامر، كان صلاح نصر شايف إنها كنز معلومات. الرجل كان بيحاول يراقبها بكل الطرق، وحتى لو مفيش دليل مباشر إنها اتصورت، لكن اللي حوالين المشير كانوا دايماً تحت عين الجهاز، وكل حاجة كانت بتتسجل. نجاة الصغير أخت سعاد حسني، رغم إنها كانت بعيدة عن أي شبهة، لكن مجرد قربها من سعاد خلاها تحت المراقبة. وفي بعض الشهادات اتقال إنهم كانوا بيحاولوا يربطوها بعلاقات علشان يوصلوا الناس تانية من خلال قربها. أما اعتماد خرشيد نفسها فكانت جوه المنظومة وشافت بأعينها اللي ما يتشافش. قالت إن صلاح مصر أجبرها على تجهيز استوديو لتصوير الضحايا، وإنه كان بيطلب تسجيلات معينة لفنانات، وكان بيهددها لو رفضت. مرة قالت له مش ممكن أعمل كده، رد عليها بهدوء اللي بيرفض بيتسجل له هو كمان. وفهمت إنها مش بس شغالة معاه، دي كمان أصبحت ضحية من ضحاياه. المعارضين السياسيين كان ليهم نصيب تاني من الجحيم. أي حد كان يعارض النظام كان بيتابعوه، يراقبوه، يبعتوا له بنت من طرفهم، وبعدها الشريط بيتصور والمستقبل بيبقى في يد صلاح نصر. في وقت من الأوقات كان كل واحد بيطلع صوته عارف إن عليه شريط، وفي لحظة ممكن ينزل للناس وينتهي تاريخه. لكن اللي ما كانش يعرفه صلاح نصر إن الأيام بتتغير، وإن اللي فوق بينزل. وده اللي حصل بعد نكسة 67. عبد الناصر قرر يطهر المخابرات ويحاكم اللي حولها المزرعة خاصة، وتفتح الملف ويتحاكم صلاح نصر في أخطر قضية سمعها التاريخ المصري، قضية انحراف جهاز المخابرات. القاضي قال في جلسة علنية: ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه انهيار أخلاقي كامل في مؤسسة كان يجب أن تحمي الشرف لا أن تبتزه. اتحاكم عليه ب15 سنة سجن، اتسجن فعلا،
وبعدها خرج بعفو صحي واختفى من المشهد. في أوائل الثمانينات مات صلاح مصر، وماتت معاه أسرار كتير، لكن الرعب اللي زرعه لسه موجود في ذاكرة البلد. قصة صلاح مصر مش بس عن فساد سياسي، دي قصة عن لما السلطة تتحول لسلاح بيخترق كل الحواجز، حتى خصوصية الإنسان، حتى كرامته، حتى جسده. وقبل ما نقفل الحكاية لازم نوضح إن كل اللي قلناه نقلاً عن مصادر منشورة ومراجع موثقة وشهادات اتقالت في كتب ومحاكم. الهدف مش التشهير ولا الإساءة، لكن التوثيق والتفكير بصفحات منسية من تاريخنا، لأن اللي بينسى الماضي ممكن يقع فيه تاني. لو القصة شدتك اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الحكايات اللي مش هتسمعها غير هنا.